اكتر وقت بنحس فيه ان احنا كبرنا لما بنعدي سن ال30. السن ده فيصل قوي يا جماعة، بجد. ما يعني واحنا في العشرينات ما بنبقاش مصدقين ان السن ده فعلا فيصل وهيفرق معانا في حاجات كتيرة، لكن فعلا اللي بيدخل في ال30 واللي يعدي كمان ال35، يعني مش واحد بقى و30، لا، اللي بيعدي 35 37 بيحس بجد ان السن ده بيفرق قوي. وبيحس ان التلاتينات دي برضو رقم بالنسبة له، ان هو داخل بقى على ال40، وال40 دي هتعدي بسرعة زي ال30. ان هي فعلا يعني عمر، انا شايفة العمر كله بجد. بس هو سن ال30 ده بتحس ان انت، ان ده الوقت اللي انت بتبقى لو بجد بتعمل حاجة في حياتك هيبقى في الوقت ده. يعني احنا عايزين نقول حاجة، ان احنا خلينا متفقين ان النضج المرأة نفسها ده في سن ال30، نضج الرجل في سن ال40. انتوا متخيلين؟ انا ما كنتش على فكرة متأكدة من المعلومة دي، بس ما رضيتش اقولها غير لما اتأكد، ان انا ما كنتش مصدقاها بصراحة. بس فعلا فعلا نضج المرأة في ال30، لكن الرجل 40 سنة، الفرق 10 سنين ما بينهم هما الاتنين. فال30 ده نضج بجد، بتحسي فيه حاجات كتيرة قوي فيكي بتتغيري. بس احنا الفيديو ده مش للتلاتينات، دي نصيحة للعشرينات، وفي نصايح للي بعد كده. يعني مش للتلاتينات بس، هم احنا اللي هنتفرج، لا، ده للعشرينات يتعلموا وهم داخلين المرحلة اللي جاية، ويستفيدوا من اللي غيرهم مر بيه. وللأربعينات برضو ان هو في معلومات تخصهم برضو، يعني هم مش، احنا قربنا برضو على السن ده، مش بعيد علينا. اول حاجة، لما انت تبقي في التلاتينات، ان انت لازم تحققي لنفسك السعادة. والله العظيم يا جماعة ده مش كلام، يعني بجد حققي لنفسك السعادة، والسعادة تبقى من جواكي انتي، مش مكتسبة من حد. يعني ما تشغليش بالك بأي حاجة حواليكي، اشغلي نفسك بان انتي تبقي سعيدة، ومش مرتبطة سعادتك بحد، مش مرتبطة بزوج، مش مرتبطة بأولاد. شوفي أولاد مش مرتبطة بيهم، مش مرتبطة بان انتي تبقي بأشخاص معينين في الحياة. السعادة منك انتي، وتحبي نفسك انتي، وما تحبيش حاجة تانية. حبي نفسك الأول قبل أي حاجة في الدنيا. الموضوع ده هيفرق قوي 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 معاكي. دي حاجة. ان احنا في ناس كتيرة رابطة سعادتها بأشخاص، ما تربطيش سعادتك بحد. انتي مصدر السعادة بتاعتك، انتي اللي تحبي نفسك الأول، انتي الأول، بعد كده فكري بقى في حاجات تانية اللي بعد كده. تاني حاجة، ان احنا ما نفضلش نجلد في ذاتنا، يعني ما نفضلش نضغط على نفسنا ونفضل نقول يا ريتنا عملنا، يا ريتنا كده. على فكرة انا اول واحدة من الناس كنت بعمل كده. انا من كام فيديو كنت بندب معاكم وبتكلم على ان انا حاسة العشرينات ضاعت مني، بجد. بس بقالي فترة اخدت كده واقفة مع نفسي، انا ضيعت حاجات في العشرينات من عمري، بس مش هعمل كده تاني. مش انا حاسة ان انا كبرت ونضجت وخلاص العمر بيروح مني، لا، انا واقفة، هعمل اللي انا عايزاه، هحقق اللي انا نفسي فيه وبتمناه، مش هغلط تاني. بجد. اللي كنا بنسمعه بقى يفضلوا يقولوا لك العمر ده رقم، ونحن نقول لا، هما بيقولوا كده، لا، هو فعلا العمر رقم عادي. انا بذات نفسي انا مش حاسه ان انا في الثلاثينات ولا كده، حاسه ان انا لا، لسه. بس بنصح اللي في العشرينات، بس انا حاسه لا، عادي، انا لسه بتعامل ان انا مش بسن اللي هو خلاص ان انا داخله على الاربعينات، ولا انا داخله كده، لا لا لا، انا بتعامل ان انا لسه بتعلم حاجات، هنجز حاجات، هحقق اللي انا كان نفسي فيه. واول حاجه بدات احققها هي الفيديوز دي. انا كان من زمان من زمان نفسي اعمل كده، نفسي اخد خطوة ان انا اعمل كونتنت انا بحبه، حاجة انا بحبها، وحاجة انا نفسي اتطور فيها، وحاجة انا كنت يعني بكسل، لا اقول ما عنديش وقت، لا طب وانا ورايا حاجات تانية، لا ورايا مش عارفة ايه، لا. انا دلوقتي اخدت القرار، حتى ايا كان الكونتنت بتاعي لسه صغير، لسه بكبر فيه، لسه بتطور فيه. انا ده هدفي، هفضل فيه لحد ما انجح، هفضل فيه لحد طول ما انا مبسوطة ومرتاحة باللي انا بعمله واللي انا بقدمه. هفضل فيه، مش هفضل اقول لا، كبرت مش هكمل، مش هعمل كده تاني. هنستمر. كل واحد ليه على فكرة حاجة بيحبها، كل واحد ليه حاجة بيحس بالسعادة فيها. كنت افضل اقول لا، انا كبرت ما ينفعش بقى خلاص،
اللي بيعملوا دلوقتي كونتنت، اللي هم الناس الصغيرين، البلوجرز اللي مش عارفه ايه، دول كلهم عشرينات، دول كلهم 15 بيطلعوا من دلوقتي. لا لا لا، ما فكرتش بقى كده. اول ما جت الفرصه قلت خلاص هو ده يمكن الوقت اللي ربنا بيهيئه ان انا اعمل فيه. ما عنديش وقت دلوقتي، مش فاضيه، عندي التزامات كتيره وشغل وكل ده، بس لا، هعمل ده، هعمله وهفضيله وقت طول ما انا مبسوطه ومرتاحه، وده عامل لي سعاده من جوايا وبيخليني اتطور وافكر وبتبسط قوي بالكومنتات والتفاعل. كل ده حاجات بتفرحني بجد، دي سعاده انا لقيتها، هكمل فيها. دي حاجه من الحاجات. مش هفضل بقى نجلد نفسنا ونفضل بقى نضغط على نفسنا. عايزه اقول لكم برضو على حاجه سمعتها قبل كده. إيه يعني، انا عشان بقول لكم انا بحب الكونتنت قوي وبحب الناس اللي بتعمل كونتنت جدا، خصوصا بجد يعني بجد على اليوتيوب بحب ناس جدا جدا، بتعلم منهم وبسمعهم من زمان. فكنت دايما في افكار بتاعتهم انا بحطها وانفذها. مش بنسمع بس يا جماعة، لا، احنا نسمع وننفذ. يعني في مرة سمعت دكتور بيقول ايه، انتي بتجلدي بقى ذاتك ومتضايقة والحياة حاساها واقفة وانتي لسه مثلا في الثلاثينات، انتي مش كبيرة. اقعدي كده مع نفسك وفكري وتخيلي شكلك وانتي في السبعين والتمانين، الستين. فكري كده، تخيلي شكلك هيبقى عامل ازاي، وفكري وحطي كده في دماغك وتخيلي وانتي قاعدة عندك 70 سنة وقولي يا ده انا كان نفسي اعمل واعمل. فتقولي ايه ده، لا الحمد لله انا لسه في الوقت ده. اعمليه عشان ما يجيش عليك الوقت ده وانتي كبيره تقولي يا ريتني كنت عملت. بنسمعها على فكره من ناس كبيره قوي كتير، تقول يا ريتني كنت اخدت بالي من ده. في ناس مثلا تقولي يا ريتني كنت مثلا ما اشتغلتش، اهتميت بولادي اكتر، يا ريتني ما كنتش ضيعت. هو لا، على فكره الشغل مهم جدا جدا جدا، وفي امهات بجد بتعرف توازن. انا الحمد لله من الناس اللي بتعرف توازن بين ده وده. بس انا بتكلم ايه، في ناس بتيجي على حياتها بالقوي، لا احنا لازم نوازن في كل حاجه. فتيجي تقول يا ريتني ما كنتش سافرت وسبت اهلي وكده كده خسرت حاجات كتير. لا، اللي انت حاساه واللي انت ندمتي عليه وانت متخيله شكلك وانت كبيره، ارجعي اعمليه على طول، اعمليه وما تفكريش. وعشان ما يجيش عليك الوقت ده تبقي ندمتي، اعمليه. صدقيني هيفرق قوي قوي وده بوينت من اللي انا بجد بدأت انفذها. سمعت الحتة دي، اوكي، انا تخيلت نفسي قلت لا، مش هحط نفسي في الوضع ده فعلا. انا هبدأ احط البوينت اللي انا الحياة اللي انا نفسي فيها، والحاجات اللي بحبها، والحاجات اللي نفسي اتطور فيها. الناس بقى اللي متجوزة، حاولي تفهمي جوزك. حاولي وانتي في السن ده ان ده بقى النضج بتاعك، خلاص احنا نضجنا وكبرنا، مش هنقعد بقى البعض على الواحده. لو انتي بقى متجوزه او في ريليشن او مثلا ايا كان، طالما عندك اسره وعندك حد بيشاركك حياتك، ابدأي كده شوفي، قولي انا قادره اتأقلم مع العيوب اللي فيه. كلنا يا جماعه فينا عيوب، انا وانتي فينا عيوب، احنا كلنا مفيش حد فينا ما عندهوش عيوب. هو على فكرة ممكن يبقى متحملك برضه، مش انتي بس اللي متحمله، هو كمان متحمل عيوب فيكي. فانتي كده اقعدي مع نفسك قولي هل انا متقبلة. ما افضلش بقى كل شوية كل شوية انتقده. على فكرة اول واحدة بنتقد جوزي، بس احنا قللنا ليه بقى؟ عشان انا وهو نفس البرج، فاحنا الصفات بتاعتنا واحدة. هو برج العذراء وانا برج العذراء، فاحنا الانتقاد في حياتنا. بس لما بدأنا بقى نواجه بعض، ان انا كل شوية اقوله بلاش تنتقدني وهو برضو يفضل يقول لي انت كل شوية بتنتقديني، بلاش الانتقاد، اخدنا بالنا بقينا نقولها بطريقة احسن. بقى هو لو عرف الحاجة دي هو بينتقدني فيها، لا بيقولها بطريقة احسن. ففعلا فعلا، او لما انا اتأقلمت مع الحاجات اللي بتضايقني، طالما انا اقدر اتأقلم معاها بتفيد. يعني كان عندي مشكلة مثلا في المواعيد مع جوزي، بصراحة كان عندي مشكلة في المواعيد كبيرة جدا. هو على طول بيتأخر وانا مواعيدي شاربة ومظبوطة، مع ان احنا نفس البرج المفروض فينا صفات مشتركة. بس لا، هو مواعيد وحشة وانا مواعيدي كويسة. انا اللي جيت على نفسي بصراحة في الموضوع ده شوية. بس انا بقى لما جيت على نفسي هو لقيته اتحسن شوية. انتوا متخيلين يعني، مش انا المثالية في الموضوع، بس انا لما جيت على نفسي وبدأت اتأقلم وابقى ريلاكس اكتر في موضوع المواعيد. مش لازم، خلاص احنا مع بعض الدنيا هتمشي. مش لازم اضغط اعصابي في موضوع المواعيد. على فكرة لقيت
هو اتحسن شويه. ودي على فكره فعلا بوينت موجوده وناس كتيره قوي بتتكلم فيها، ان انت لما تبطلي تنتقدي جوزك او تبطلي كل شويه تشتكي 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 منه، هتلاقي العيب اللي عنده بدأ يتغير. بس انا مش بقول الحياه مثاليه قوي كده، لا، في ناس ليها عندها مشاكل وعندها حاجات، دي حاجه تانية. انا بتكلم في الحاجات اللي بنقدر نتعايش فيها. تاني حاجة، لا يعني مش عارفة بصراحة بقى ده رقم كام. احنا بنقول بوينت كده، بنتكلم عادي، مش عايزة، مش هنرقمها يعني. ان احنا برضو بعد ال30 نبدأ نبص لصحتنا النفسية والجسمانية. مش بس ان احنا نقول لا احنا لسه صغيرين، لا، على فكرة السن ده بتحصل فيه تغيرات كتيرة قوي 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 للرجالة والستات. نبدأ ناخد بالنا، في ناس بتبقى بتعند مع جسمها وبتعمل حاجات غلط، وبتبقى مش واخده بالها من ولا حاجه. لا، احنا ناخد بالنا من حاجات دي قوي قوي قوي. نبدا نبص ايه، نبدا نزور الدكتور بتاعنا باستمرار، نعرف الفيتامينز اللي بتنقص عندنا، نعرف ناخد الحاجات اللي احنا جسمنا يستفاد منها، خصوصا على فكره للستات. اواخر الثلاثينات حاجات قوي قوي بتتغير واحنا مش واخدين بالنا. ان احنا بننسى كمان، احنا الناس بقى اللي بتبقى جابت بيبي وكده، انت فقدتي كتير، فهتفقدي مع الوقت اكتر وهتنسي نفسك، هيبقى تلاقي نفسك بتكبري اسرع. وتلاقي نفسك تبصي مثلا على الناس اللي واخده بالها من نفسها، تقولي اه اصل دول مرفهين، اصل دول مش عارفه ايه، ما عندهمش كده. لا لا، في ناس على فكرة مش مرفهة وبتشتغل وبتعمل حاجات كتيرة، بس هي ممكن عندها ثقافة شوية ان هي بتاخد بالها من نفسها. ان هي مش تبقى عارفة مثلا ان هي عندها نقص فيتامين كتير وسايبة نفسها، طب ما انت هتقعي. ما انت لما هتقعي كل حياتك هتقف، وانت اللي مش هتستفادي حاجة. فدي برضو حاجة في ناس كتيرة قوي بتهملها. لا، ناخد بالنا من صحتنا يعني. ده انت زيارة كل 3 شهور، 4 شهور، من 3، لا نقول من 3 ل6 للدكتور، تعملي من تشيك اب كده على نفسك وتشوفي صحتك، هتفرق معاكي جدا جدا. لو عملتيها زيارة خلال السنة مرتين هتفرق معاكي، تبقي بتنقذي ما يمكن انقاذه، بدل ما تعدي علينا سنة 2 وبتتعبي. ولو تعبتي مثلا ورحتي للدكتور في دور جامد برد او حاجة وتعالجتي وخلاص، لا، احنا لازم نشوف احنا جسمنا الداخلي ده ايه اللي بينقصه وايه اللي هو عايزه. دي حاجة من الحاجات اللي برضو لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ان احنا نهتم بصحتنا كده نفسي وجسماني. وما ما نحطش حاجات في دماغنا ملهاش لازمة. يعني على فكرة برضو، على فكرة بعد ال30 هتلاقي حاجات كتيرة قوي فينا بتتغير. اولا هنلاقي نفسنا بنكبر دماغنا من حاجات كتيرة قوي، والله بجد. دي نصيحة للعشرينات اللي انتوا بتاخدوا كل حاجة على اعصابكم، هتلاقي نفسك بتتغيري قوي. هتلاقي نفسك ان انت في حاجات كنت مثلا بتبقي متضايقه ومتعصبه ومش عارفه ايه، هتلاقي نفسك الدنيا كده بتتشل وتتهبد وتطلع وتنزل، وانت بتاخدي الحاجه كده ايه بهدوء شويه. هتلاقي حاجات تحسي ايه فقدتي الشغف فيها. لو انت في العشرينات بتطلعي وبتتنططي وحاسه حابه قوي الحياه، هتحسي انك ممكن في بيتوتيه شويه، بتحبي البيت، بتحبي الاسره. في حاجة تانية، إن الناس اللي ممكن لسه ما عندهاش أسرة وهي في الثلاثينات، على فكرة دي مش حاجة وحشة. دي حاجة ان انتي برضو تخليكي تحطي هدف قدامك. لو انتي بتشتغلي تطوري في نفسك، لو انتي شوفي بتحبي ايه وتعمليه. مش كل الحياة ما بتقفش على حاجة، ربنا بيدي كل واحد اللي بجد بيقدر يتحمله. في ناس عندها أسرة كويسة وبتقدر تتحمل، في ناس لسه ما عملتش ولا بيت ولا كونت كده، بس دي حياة بتبقى حلوة برضه. نرضى بكل الاوضاع. يعني والله بجد بحس ان في ناس اللي هي مش شرط مثلا ان انت تقولي عندها بيت واستقرار وكده، بالعكس، ممكن ان انت برضو ربنا ما رزقكيش بحاجه بس هيرزقك فيها بعدين، لما حتى في سن معين او كده. بس وقتها انت هتبقي شاطره وهتبقي ناجحه وهتبقي اتعلمتي كتير وهتبقي مثلا ايه، هتلاقي نفسك الموضوع معاكي برواق اكتر. فدي برضو مش شرط ان احنا نبقى اللي هو بنينا الأسرة في الثلاثينات وده حاجة إلزامي. لا، على فكرة في ناس كتيرة قوي لحد دلوقتي سن الجواز أصلا اتأخر. فانتي برضو لو لسه في دخلتي الثلاثينات ولسه ما عندكيش بيت وأسرة، استمتعي برضو واعملي حاجات كتيرة. خدي كورسات فايتاكي ما لحقتيش كنتي بتاخديها، اتعلمي حاجات كتيرة، سافري. السفر بيفرق يعني. انا كنت اقول ايه، لو انا كنت لسه في السن ده ولسه ما كانش عندي ولا بيت ولا اسره، لا، كنت هحاول استمتع بالحياة بقى. انا مش عارفة استمتع بيها دلوقتي للدرجة، خلاص في التزامات في حاجات. لكن لو انت كده عندك ربنا عطيكي فرصة تستمتعي بشكل تاني.
تشتغلي على نفسك اكتر، تستمتعي اكتر، تعملي حاجات اكتر بكتير قوي. فربنا بجد مقسم حاجات كتيرة. بس نصيحة دي بقى، دي احنا بنقول حاجات نعملها في الثلاثينات وحاجات للي في العشرينات يستفادوا منها، واللي اكبر من كده برضو يعني بيتطوروا اكتر. والدنيا بجد بجد ان هو العمر مش رقم. يعني انا لو حاسه ان الاربعينات مش خايفه خلاص منها يعني، مش ما نركزش بقى، بس في حاجات ناخد بالنا منها وما نضيعش عمرنا. نبدأ اي حاجه بنحبها، اي حاجه احنا عايزين نحققها نعملها، وما نجيش على نفسنا عشان خاطر حد. ما نجيش على نفسنا عشان خاطر حد، وناخد كده قرار نصلح اي حاجة كانت بتضايقنا. اي حاجة بتضايقنا في الحياة او بتضغط على نفسيتنا، بتضغط علينا، ما تجيش على نفسك فيها. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يبقى عجبكم. هنتكلم كتير واكتر كمان، وبجد ميرسي قوي على الكومنتات الحلوة اللي انا يعني بجد ببقى مبسوطة منها. بس احنا عندنا مشكلة ان في يعني 90% من اللي بيشوفوا القناة مش بيعملوا سبسكرايب. يا جماعة نعمل سبسكرايب، نعمل سبسكرايب ولايك عشان الموضوع يبقى احسن، واقدر برضو احس ان في كده تطور، والدنيا تبقى نتكلم في مواضيع اكتر. بس بجد في كومنتات بحبها قوي، وبقيت حافظه اسامي الناس اللي بيكتبوا لي الكومنتات دي، وبجد ببقى مبسوطه قوي بالكومنتات بتاعتهم. ويا رب ابقى عند حسن ظنكم. بس يا ريت اللي احنا واحنا بنتفرج نعمل سبسكرايب. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.